إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ جينا في فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتنا، لوكيشن جديد، مكان جديد، بيت جديد اصلا. ولكن دي مش اوضتي، يعني اوضتي لسه ما خلصتش، لما تخلص ابقى اوريها لكم. المهم ان قولوا لي اول حاجه ايه رايكم في المكان، يعني المكان الجديد بنصور فيه، لان انا عانيت والله على ما عرفت اصور اصلا ولا اظبط الاضاءه ولا اعمل اي حاجه من الحاجات دي. جينا في فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتنا، تاني فيديو للدفعه الجديده، دفعه 2024. وزي ما قلت قبل كده للدفعه بتاعت 2023، الدفعه اللي كملت معايا السنه كلها وكانوا متعودين ان كل يوم بيكون في فيديو ليا. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده فهتلاقي لينك القناه الجديده بتاعتي، لان عندي قناه جديده محتواها جديد، تقدر تتفرج عليها كل يوم فيها عادي خالص، مش هتبقى محتواها زي ثانويه عامه يعني والكلام ده. هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن وفي البين كومنت برضو. لو دفعه 2024 عايز تروح هناك يعني ماشي، تعالى نرجع تاني للموضوع الفيديو بتاعنا. وهو بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم تاني يعني اول حاجه ان الفيديوهات بتاعتنا ما فيهاش مونتاج، تمام؟ مفيش مونتاج في الفيديو بيفضل كده يمشي 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 لحد ما يخلص، وخلصنا على كده بنتكل على الله بقى كل واحد، ونستنى الفيديو بتاع بكره بقى، لان انا بنزل كل يوم فيديو تقريبا، ولكن ده بظروف النت، يعني النت لحد الان وحش. بنروح هنشربها. اول حاجه دي مش الكوبايه المعتاده، الكوبايه المعتاده نسيت اجيبها معايا. بننزل نعمل لايك، كومنت، سبسكرايب. مش عايزين نعمل حاجه من الحاجات ديت، والموضوع متعب بالنسبه لنا، ما نعملش حاجه عادي جدا يعني. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. ازاي نذاكر صح، او ازاي نذاكر في ثانويه عامه، تحديدا ثالثه ثانوي. مبدئيا يا جماعه لازم تعرف ان السنه دي طريقه المذاكره بتاعه النظام القديم اختلفت تماما في النظام الجديد، حاجه جديده خالص. لو انت متعود تذاكر بنظام معين في النظام القديم وجيت دلوقتي هتذاكر بنفس النظام ده، فانت مش هتجيب حاجه، مش هتحصل حاجه. هتيجي اخر السنه مجموعك يبقى واقع في الارض وتفضل زعلان وتقول ده انا بذاكر طول السنه، ده انا بعمل وبسوي بقالي سنه كامله وكل يوم بذاكر، وفي الاخر خالص ما جبتش حاجه ومفيش نصيب ومعرفش ايه، وتقعد تبكي بقى. ليه؟ لان انت كنت بتذاكر غلط اصلا، طريقه مذاكرتك من البدايه كانت غلط. وده اللي حصل في النظام الجديد. الناس اللي بمجهودها جابوا مجموع، خد بالك، لان صعب اصلا في النظام الجديد تلاقي الناس جابت مجموع بمجهودها. الناس اللي جابت مجموع بمجهودها اسالهم كنتوا بتذاكروا ازاي، هتلاقيهم بيقولوا لك ان المذاكره غير مذاكره النظام القديم خالص. وهي ايه اصلا مذاكره النظام القديم؟ مذاكره النظام القديم هي ان انت كل اللي بتعمله ان انت بتحفظ الكتاب. انت بتحفظ الكتاب، فاهم حاجه مش فاهم حاجه مش مهم، في الحالتين مش هتفرق. ليه؟ اهم حاجه ان انت حافظ الكتاب. والله لو حافظ الكتاب السؤال هيجي لك زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط. حافظ الدرس، حافظ كل حاجه فيه، حافظ الاسئله بالاجابات، هو ده اللي انت هتلاقيه في الامتحان. اكتبهم خلاص، شاء الله عن اهلك ما فهمت، تمام؟ انما النظام الجديد بيقول لك يا باشا، طب ايه رايك بقى ان اللي في الكتاب ده انا هديهولك تخش بيه الامتحان؟ كتيب كده قد كده ولا كتاب قد كده بيقول لك خش بيه الامتحان هتمتحن بيه. يعني ايه؟ يعني اللي في الكتاب اصلا اللي انت كنت في النظام القديم بتحفظه هو مديهولك يخش بيه الامتحان. فانت متخيل الامتحان هيبقى عامل ازاي بقى؟ فالمذاكره في النظام الجديد لازم تكون بفهم، دي اول حاجه. لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه، لازم تكون فاهم انت بتذاكر ازاي. كل كلمه في الكتاب هتعدي عليها لازم تكون فاهمها، والله العظيم بجد. اي كلمه في الكتاب لازم تكون فاهمها، اي سطر في الكتاب لازم تكون فاهمه. وفي مدرسين كتير جدا شارحين الحاجات دي بفهم، يعني ما تاخدش مع مدرس اول ما تلاقيه كده تنشن في حته هو اصلا نفسه مش فاهمها يقوم معديها. عارف المدرسين دي بتكروت كده الحاجات، ولو خدت واديت معاهم كتير في الحته دي هتلاقيه بيتوهك ويوديك يمين وشمال. ليه؟ لانه اصلا مش عارفها. فعشان كده
لو انت بتاخد مع مدرس كويس عندك في البلد مثلا ومش عايز تسيبه لان الاونلاين هيخليك ما تلتزمش ومش بتذاكر اول باول، فانزل الدرس ده تمام. ولكن الحته اللي المدرس بتاعك يرفض ان هو يشرحها لك، تعالى اتفرج على مدرس على اليوتيوب يكون شارح الحته دي بشكل كويس وذاكرها معاه. وصعب اصلا تلاقي حته معينه كده، يعني ذاكر الدرس كله على اليوتيوب مثلا. ودي الحاجه اللي انا برجحها، انزل درس عشان تلتزم، ولكن خليك مع مدرسين يوتيوب. بصراحه مدرسين يوتيوب جامدين جدا، يعني جامدين جدا جدا جدا. يعني انا كل اللي جربتهم على اليوتيوب افضل بمراحل من المدرسين اللي عندنا اللي واخدين صيت، اللي مبسوطين قوي، اللي مشهورين جدا، وهم اصلا في الاخر والله ما يجوا حاجه جنب الجماعه اللي على اليوتيوب. يعني الجماعه اللي على اليوتيوب بصراحه يعني ناس، لا ناس كبيره قوي يا جماعه، ناس كبيره قوي يعني بجد. انت لو في محافظه زي القاهره، اسكندريه، المحافظات دي المدرسين بتوع اليوتيوب بيدوا في السناتر اللي فيها، فانزل خد معاهم في السناتر، يعني تبقى فرصه جميله جدا بصراحه، ويا بختك يعني ان انت تاخد معاهم. تاني حاجه ان في النظام الجديد بقينا بنخلص المنهج في الميعاد بالظبط. ليه؟ لان احنا بنفهم الحاجه كويس قوي وبنحل عليها كتير وبنحل افكار كتير، فبالوقت فالحاجه بتاخد وقت. يعني انا افتكر ان انا كنت في خلصت الفيزياء في شهر 4 والله العظيم، خلصت فيزياء في نص شهر 4. كان بقالي درس اصلا، كنت باخد فيزياء اونلاين مع مستر اسمه اسلام شوقي على اليوتيوب، كان مجاني كله، معرفش حاليا بيدي منصه ولا ايه، بس انا كنت باخد معاه على اليوتيوب عادي خالص. كنت سايب الدرس الاخير خالص ده، خلصته في شهر كام، في شهر 5 تقريبا. يعني بنتاخر جدا 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 في تخليص المواد، فعلشان كده ما ينفعش ان انت ما تذاكرش اول باول. تمام؟ عارف اكيد سمعت كلمه ان انت لازم تذاكر اول باول، اللي تاخده تروح تذاكره والكلام ده كله، ولكن بيبقى في دماغك برضو طيب ماشي، انا لو عديت درس، لو راكمت درس، لو ما ذاكرتش النهارده، ولو ما ذاكرتش الدروس بتاعت الاسبوع دي، ايه هيحصل؟ ما هو انا عملت كده. انا جيت في نص السنه كده وفي اسبوع انا قررت اخد راحه من نفسي. انا قلت ايه، انا الاسبوع ده انا هاخده راحه، المدرسين ما ادوش راحه ولا ادوا اي حاجه، قلت بس انا هاخد الاسبوع ده راحه وريحت فيه. ايه حصل بقى معايا؟ الدنيا كلها عكت، المدرسين ماشيين في الجديد والقديم، انا بحاول على قد ما اقدر والله، كنت بذاكر كتير جدا بس برضو في حاجه غلط، في حاجه واقعه. ليه؟ لان الاسبوع ده ضيع معايا حاجات كتير، لان الموضوع بقى ايه، بقت الدروس اللي احنا بناخدها لازم تتشرح بفهم، لازم تكون مذاكرها بفهم. يعني الدروس اللي فاتتني انا مش قادر احفظها، حتى لو حفظتها ملهاش لازمه. يعني انا لو حفظت الحاجات اللي فاتتني دي ملهاش لازمه. فالموضوع كان صعب على ما قدرت اوازن بين الحاجات اللي انا وقعتها في الاسبوع ده وان انا اكمل مع المدرسين. الحمد لله يعني قدرت اعمل كده واكمل عادي، ولكن الموضوع كان صعب جدا. فعشان كده مش عايزك تقف في حاجه زي دي، ما تعملش كده، بلاش تراكم من البدايه علشان ما تتزنقش في النص. والله اعلم هل هتقدر تلم اللي فات منك ولا مش هتقدر تلم اللي فات منك. وحتى لو لميت اللي فات منك يعني حبيت تكروت مثلا بسرعه، فانت هتكروت. يعني الحاجات اللي انت وقعتها في اسبوع هتكروتها، مش هتذاكرها كويس، فده هيوقع معاك حاجات كتير جدا. يعني فانك تذاكر درس مش كويس فممكن يجي في الامتحان يقوم مديك على دماغك في الحته دي، فلازم تذاكر الحاجات دي كويس. فعشان كده بلاش تراكم، ما تراكمش حاجه، ذاكر على طول اول باول. ودي تاني حاجه عايز اقولها لك. ثالث حاجه بقى عايز اقولها لك، وهي انك ما تتوهش كتير في التدوير على المدرسين. يعني ايه؟ يعني في طلبه كتير جدا بتبدا بدايه السنه تقول لك احنا لسه في شهر 8 وفي مدرسين كتير قوي، فانا همشي مثلا الشهر ده اجرب المدرس كذا. يعني مثلا في الفيزياء 4 مدرسين مثلا، يقول لك انا في الشهر الاول شهر 8 هجرب المدرس ده، الشهر اللي بعده هجرب المدرس ده، اللي بعده اجرب ده، واللي بعده اجرب ده، ويقول لك بقى نختار الافضل. فيفضلوا وقت طويل قوي شغالين يقارنوا بين المدرسين، المدرس ده والمدرس ده والمدرس ده، لحد ما يوصلوا لايه، لشهر 1. والله بس الدفعه اللي قبلي مش الدفعه بتاعتي، والله كان في ناس بتنزل دروس تجرب. اللي هو سالت واحد في مره، انت رايح المدرس ده ليه، انت مش كنت بتاخد مع ده؟ لسه بتجرب ايه يا اسطى، انت في اخر شهر 12 يا اسطى. والله كان في اخر شهر 12. فاللي هو انت شايف ضيعت على نفسك قد ايه وانت بتجرب مدرسين؟ فحصه واحده بس كفايه تخليك تجرب المدرسين، ما تافورش. يعني هي خلاص كده عشان نبدا على طول، عايزين نخش في الجد، عايزين نبدا نذاكر بجد، مش عايز اضيع وقتي كله في ان انا اقعد اقارن بين المدرسين. والله اشوف عبد معبود افضل، ولا اشوف ما اعرفش مين افضل، ولا ده افضل، وافضل بقى اقعد اعمل مقارنه وبتاع. ما تعملش كده.
هو مدرس واحد بس وخلاص. يعني انا في الفيزياء والله بص شفت فيديو لمستر اسلام شوقي، اول ما شفت الفيديو ده قلت بس هو ده، والله ما اتفرجت على اي حد تاني. يعني مستر محمد عبد المعبود انا ما شفتليش ولا فيديو اصلا، ما اعرفش، كان موجود وكان اكتر شهره من اسلام شوقي وكل حاجه، ولكن انا شفت مدرس عجبني شرحه فهمت منه، ده اللي هكمل مع بقيه السنه. خلاص مش هقعد اضيع وقتي في ان انا اتفرج على ده واتفرج على ده واتفرج على ده واقعد اقارن مين احسن بقى، يا ترى ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن. يا عم خلاص يا عم كمل يا عم، خلينا نفض، خلاص فهمت خلاص عدي ودي اللي بعده. رابع حاجه ان النظام الجديد مش عايز مذاكره ودش كتير. النظام الجديد عايز حل كتير، عايز حل افكار كتير. يعني ما تكتفيش بكتاب واحد بس مثلا وانت تحله خلاص على كده، لا دايما اطلع على افكار جديده. الدرس ده ممكن يجيب لك منه اسئله بشكل ازاي، يعني مثلا الكتاب ده جايب افكار معينه والكتاب ده جايب افكار معينه، جايب افكار معينه كلهم في نفس الدرس، فكل واحد جايب افكار غير التاني، فانت لم كل الافكار دي بحيث انك لما تخش الامتحان خلاص مفيش افكار ممكن يجيبها غير اللي انا مذاكرتهم اصلا، مفيش غير كده. فعشان كده حل على قد ما تقدر، نظم وقتك في انك تحل على قد ما تقدر. ممكن قدام اعمل لك فيديو على حوار تنظيم الوقت ده، لان انا الحمد لله تقريبا حليت من 6 ل 8 كتب في كل ماده، يعني في مواد من 6 وفي مواد 8 في كل ماده الحمد لله. يعني ممكن اكلمك عن تنظيم الوقت ده ولكن قدام. المهم ان انت حاليا حاول تنظم وقتك على ان انت تحل اكبر عدد من الكتب، اكبر عدد من الافكار في كل المواد، تحديدا الفيزياء والجيولوجيا والكيمياء. الجيولوجيا برضو رغم الناس بتحس ان البتاع ده مستحيل يجي فيه افكار، لا والله كان بيجيب افكار، تحديدا كان كتاب الشامل. كتاب الشامل كان بيجيب افكار جامده في الجيولوجيا. بس فحل كتير، حل كتير، بلاش ما تقعدش تحفظ كتير، ما تقعدش تحفظ، لان الفيديوهات اللي كنت بنزلها الدفعه اللي قبلكم اللي هي من فتره قريبه دي فتره الامتحانات، كنت بلاقي كومنتات ناس بتقول انا مذاكره بس مش حله. ازاي معلش مذاكره ومش حل؟ لا الحل اهم كمان، يعني ممكن نذاكر شويه ونحل اكتر، نحل اكتر واكتر، الحل اللي ادوس عليه مش المذاكره. وبس كده، ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك في الفيديو بتاع النهارده، اول فيديو لينا في المكان الجديد. ايه تاني فيديو لينا بقى على للناس لدفعه 2024. بس يعني ده كل حاجه. يعني تاني هقول لك ان في لينك القناه الجديده موجود تحت في البين كومنت، التعليق المثبت والديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف، هتلاقي في لينك القناه الجديده. يبقى محتوى ظريف كده، في مونتاج بقى وفي توضيحات وفي حاجات كتير يعني غير القناه دي. بس وده كل حاجه، يلا سلام.